نظمت اليوم الأربعاء 18 من نوفمبر الجاري النقابة الأساسية لموظفي الولاية والمعتمديات للاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية بباهو مركز ولاية زغوان، وما أسمته بعسكرة الولاية من طرف الوالي وعدم احترامه للحق النقابي. أسباب الوقفة الاحتجاجية يشرحها السيد علي الهذيلي الكاتب العام للنقابة الأساسية. بالنسبة لنا نحن الوقفة الاحتجاجية ذي على اهتزاز الثقة في السلطات الجهوية نتيجة مماثلتها في عقد جلسات مع الطرف النقابي رغم المراسلات العديدة اللي وجهناها لها، وآخر جلسة كانت نهار 4 جوان 2015 وتم تأجيلها في 3 نقاط مهمة إلى نهار 6 جويلية 2015. ما رعنا إلا وأن السيد ولي تملص من عقد الجلسة ذي بتعلات وهمية، ثم بعد ذلك هو التباطؤ في تنفيذ الاتفاقات نبرة فيما حضر جلسات سابقة، والسلوك المعادي للعمل النقابي والذي يعبر عن أساليب النظام البيت كالتلفيق التهم الكيدية والاستجوابات والنقل التعسفية واستعماله أساليب قمعية، بما في ذلك تشوف الولاية ولاية زغوان تلقى كلها مسلسلة وكلها بيبان، يعني الدخول والخروج لازم يكون بالتأشيرة، تأشيرة رئيس الدائرة، يعني معاش رئيسك المباشر هو اللي يتحمل المسؤولية، ولا يلزم تخضع إلى تأشيرة الكتب العام، والباب البراني موجود فيه سلسلة. وقت اللي كلمناه قلنا له كيفاش تكون العملية، قال أنا لا، يعمل التهمة إلى أحد الحجاب، عمل التهمة إلى أحد الحجاب على أساس هو ما في بالش، والحال إنه الوالي ثم 8 كاميرا موجودة، 8 كاميرات موجودة، 8 كاميرات هذو موجودين حتى على الهاتف الجوال نتاعو، يعني وقت اللي يشوفوا شكون داخل وشكون خارج. أضف إلى ذلك إنه في الفترة السابقة تحدثنا عن العمل الاجتماعي للموظفين حسب الودادية الموجودة، في الجلسة نتاع 4 جوان قال أكثر من 70,000 دينار، ما رعنا ولا وأن لا عطاه ل 70,000 دينار، لا عطاه حتى مليم، والحال إنه دفع أكثر من 7 مليون و500 إلى صندوق التضامن لفئة بعض العملاء. احنا قلنا له علاش انت سبت هذه؟ على ان كفيه تعطي في العباد هذه في 50 دينار و70 دينار. الحال هني انه تقريبا اشراء ذمه العباد باش يكونوا موجودين معاه. الاكثر من هذا انه اعطاه قانون خاص بالنسبه له، هو يخدم في الناس نص وقت. بنى قانون تخدم فيه نص وقت، يعني الناس المحسوب عليه هو يعطيهم نص وقت، الناس المحسوب عليه هو يخرجهم من 4 ل 4 ونص، المهم تجيب لي الاخبار نتاع فلان وفلتان. انت في الباب الرئيسي انك تجي تدخل موظف او تجي تدخل النقابي يقول له علاش ما تدخلش، وثاني باب يرمي لك تهم تعليمات السيد الوالي. ما معنى تعليمات السيد الوالي؟ هل انه هو شاف اللي ثم ناس عندها اخطاء جسيمه، كان ثم خطا جسيم، ثم القضاء وثم الكستونيرات ثم ما يستديب اذا كان هو يحب يعمل القرارات هذه. احنا مع الحق النقابي، احنا مع الموجود نتاع الاداره انه باش نكونوا احنا في خدمه المواطنين نتاعنا، في خدمه اهالي زغوان، او برانسيب نحكوا تو على التنميه في زغوان. ما نحكوا على حاجات تافهه يقوم بها الوالي هذا، وتعنت بوصفه انه يقول انا ارجع الى الحزب الحاكم ونعمل ان نحب انا. اضف الى ذلك اليوم اصبح الناس عاملين وقفه احتجاجيه، الوالي لم يحرك ساكن حتى صباح خير ما قالها لهمش. طبطب يديه على كتف واحده من الزميلات وقالها برشد بيروك، وفعلا مشت شد بيراها. باهي انت لهني مش تسال سؤال، المنظومه هذه ككل، المنظومه ككل يعني مكلف بها عامل ما عندهاش اصلا في القانون انه بشد ملفات الوظيفه العموميه. شفت ما معنى ملفات الوظيفه العموميه والحياه المهنيه نتاع العباد؟ الحياه المهنيه نتاع العباد معهوش ما في باله بها، مثل كما حاط بها عامل ما عنده ما يعرف القانون حتى شيء. اذا كان انت تلقى واحد عنده 27 سنه او 30 سنه في نفس البلاصه، نتصور ما عادش نجم يضيف لك حتى شيء. نتصور انه وكان يبدل من دائره لدائره ممكن تكون خير. باهي اطارات قاعده ما تخدمش، يعني بطريقه اخرى يقول له اجي معاي باش نخدمك، يعني اجاني، وتفهم كلمه اجاني، يعني كلمه اجاني هي معروفه، قود لي حشاك ولا صب لي بفلان وكذا وكذا. البيروات يدق عليك بالحاجه بثلاث 4 مرات يوصيه، يقول له برتل فلان شكون بحذاه. فلان الناس اللي تدخل تقابل الموظفين يقيدون بالاسماء، شكون قابل شكون وشكون قابل شكون، يعني يعطيني انت جاك محمد صالح علي ايا كان، يعني هو بطريقه اخرى يعني انا راني ما يجي حتى واحد عاد انت خرج ارتيكل برا يقول انا فهمت لا راني ما ثماش مقابلات المواطنين، ثم معتمد دول، ثم كتب عام، ثم رؤساء دوائر، ثم ولي قبل. والحال هو ان حتى الاغرب من هذا يعني يجيك ينحي البيفات الموجوده على مر السنين، يعني تشرب قهوه كان الوالي والكتب عام المعتمد الاول، بعد ذلك اعطاه رؤساء الدوائر، اي والشعب الموجود لهنا والموظفين الموجودين ما عندهمش حق في قهوه كالناس. باهي الماء يجيب في الماء من المعامل يشرب ليه هو ولجماعته، والناس تشرب من الطواليت، الناس تشرب من الطواليت، يعني يسكر لك الباب نتاع العلاقات ويسكر لك الباب الرئيسي، منين مش تشرب انت؟
تمشي تعبى دبوس. اي نعم، في 2015 موظفي مركز ولايه زغوان يشربوا الماء من التواليت. وشكرا. وهذا رد السيد مهدي الزاوي والي زغوان. يعطيك الصحة، أهلا وسهلا، مرحبا بزغوان تي في في الولاية، وإن شاء الله تكون بادرة تعامل وخير، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في المولود الجديد هذا لولاية زغوان اللي إن شاء الله يكلل بالنجاح ويعطي فكرة بالنسبة لولاية زغوان للناس وينشرها ويدعم حتى المنتوج السياحي وغيره. بالنسبة للجلسة تاع اليوم اللي كنتوا تسألتوا عليها، يعطيكم الصحة، التساؤلات يعني في محلها، ونقلتوا النبض اللي يحكوا فيه الموظفين موظفي الولاية على الوقفة الاحتجاجية. قبل كل شيء ما نجمش نسميها وقفة احتجاج، بتاتر يعني احتجاج باعتبار انه ما جاش فيها حتى شيء رسمي قبل 24 ساعة ولا حتى شيء، او اعلان بوقفة او حتى الاشكاليات اللي ثارت اللي قالوا عليها تو ما جاش حتى حد حكينا فيها قبل، حتى بصفة يعني خاصة للسيد كاتب العام ولا للسيد معتمد لول، هم موجودين هما تو بحذانا. بالنسبة للنقطة الأولى وهي عسكرة الولاية، ما فهمش معناها عسكرة الولاية، ما فهمناش. نظمنا احنا لي بوان داكسي، عملنا باب خاص بالمواطنين افيك رامب بالنسبة باش يهبطوا منه ذوي الإعاقة والناس الكبار، عملنا باب بالنسبة للإطارات وحدهم لهنا. صار ظهر لي فما إشكال يقولوا لي إنه فما شكون سكر عليهم الباب كادنا، هذيك باش نتحراو فيه الموضوع ونشوفوا شكون كان السبب. هما يقولوا إنه السيد الوالي قال اليوم الصباح سكروا 8:30 سكروا الباب، وهذا اللي يعبروا عليه سمعناهم، ولو انه احنا طالبينهم بين قوسين طلبناهم 4 مرات في نمشيو نتحاولوا نهبطوا للقاعه الكبيره، كل واحد يعطي منهم كلهم الموظفين والاطارات الكل ورؤساء الدوائر يعطيوا كل واحد شنو يجول في ذهنه ولا شنو مقلقوا، ونسمعوهم ندونوهم ونجاوبوا عليهم، الا انهم رفضوا، قالوا يعني حبوا يتجمهروا يقعدوا غاديك، قالوا ما نبداو نتحاوروا الا ما تفتحوا البيبان. ما فهمتش معناها نفتحوا البيبان، شنو نفتحوا البيبان؟ هذه بالنسبه لعسكرة الولايه. بالنسبه لي بتاتر المفهوم انه التنظيم عندنا لي بوان داكسي والكل تم منحهم في اطار البطاقه المهنيه نتاعهم، وحنا عبيدنا زاد كيف حتى السيد الوالي يدخل بالبطاقه نتاعو ويعين نتاعو، السيد معتمد لول عنده بطاقته، السيد كاتب العام عنده بطاقته زاد كيف في البوان داكسي نتاعنا نتاع الباب للناس كل معمول به. ما هذا تم تركيزه منذ سنوات ويخدم، وهو نشوفوه حتى تو يعني ما تشوف فيه التدخل تكسر ولا شنو فيه نشوفوه، لكن حاجه تدخل وتخرج بكل حريتك وما يقلقك حتى حد وما يكلمك حتى حد. يسوفي نتاع انك بالبادج نتاعك تبوانتي تدخل وخروجك يتحلك الباب اوتوماتيكيا، ما يتدخل فيك حتى حد، قد ما تحب تدخل وقد ما تحب تخرج حتى عاد ما كلمك. المهم يعني البونتاج والبيبان البرانيين معروفين نتاع وين يدخلوا سياراتهم وين يدخلوا هم الموظفين معروفين. قلنا فقط الاشكال هذا بتاع الباب البراني قالوا سكر بالكادنا، هذا في اطار تنظيم العمل. واللوطه زاد حتى الزوار المواطنين ببطاقات زياره زاد كيف يدخلوا مكتب العلاقات، زاد منظمين يسلموا بطاقه تعريف دي فيزيتور ويدخلوا دي فيزيتور. هذا كان يسميوه هما يعني اساليب تنظيم الاداره، كان يسميوه عسكرة. ما عادش يعني احنا فاش قلنا قبل ومعروف انتم اكيد راكم عشتوه واكيد قريتوا حتى في بعض الصحافه الجهويه منها جريده الوميض يتندروا عباد يعني حتى في الوعد يقولوا انه الولايه العباد تمشي 9 تروح ل 4 تاع العشيه لا حسيب ولا رقيب. يعني هذا ما يجيش بقيمه الاداره ولا بهيبه الاداره ولا بسمعتها الاداره، فقط طرف تنظيم. شجعنا حكينا مع الموظفين قبل انضبطوا الحق يعني يعطيهم الصحة، يعني عبروا على انضباطهم التام وقالوا رانا مستعدين. وصحيح كنا يعني قاعد في تنظيم اساليب العمل لا اكثر لا اقل. العمل المخابراتي ما عادش ما يقصد به العمل المخابراتي، واحنا شحاشنا لو في الكراهه في وسط البلاد شكون تحوس وشكون ما يحوسش ولا شنو الماتريكول ولا شنو الواحد نسمعوا فيه ما نعرفش شنو هذه. لو توضحوا لنا بالنسبه للماء عندهم الماء موجود ساعه بالعكس كي يقص الماء نعطيهم ماء دباب زاد يقص علينا الماء كيما في ديارنا وكيما في الناس الكل في لي بينوري اللي صارت نتاع الماء نمدوا يعني. وهذا مش مزيز هذا كيف ولو جاو تشكاو قالوا راهو الماء ولا وعندهم الوحده المطبخ حتى عندنا برنامج انه باش نعاودوه كامل باش نحلوه نفتحوه على بعض باش يولي كيما عباره على بيفات او مطعم يقعدوا فيه ما بين نص نهار وما ساعتين يفطروا فيه ويسخنوا ويجيبوا ميكرووند ويجيبوا هذا فيه دي ترافو باش نعملوه يعني ويعملوا فيه. ما فهمتش معناه
التقسيم هذا ما عندنا حتى جماعه، احنا جماعه الناس كل ولايه زغوان نشرف عليها الناس كلها من منظورنا، ان كانوا معتمديات وبلديات وادارات جهويه ولا حتى في الولايه، الناس الكل سواسيه كيف وما عندناش لا جماعه ولا قسمنا ولا عطينا. وبالنسبه للفلوس اللي تعطينا صرفنا باعتبار انه الطريقه قانونيه عن طريق التضامن موجود، عن طريق الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي موجودين، تم صرف منحه لفائده معامله الحظايا ومساكن اللي يعني سون ديفافوريزي وديموني بمنحه في العيد نتاع 50 دينار، حتى تم ضبطها عن طريق المجلس الجهوي. رئيس دائره المجلس هي اللي ضبطت العمل نتاع الحظايا اللي قاعدين يخدموا، قاموا بمجهودات كبيره بالنسبه للمدارس وقتها في شهر المدرسه قاموا بها هما، تم ضبطنا لهم يعني منحه من عند المجلس الجهوي عن طريق التضامن، جاتهم يعني ديموندا كما معمول به الامر. فبالتالي لعل جماعتنا ياخذوا لجماعه اخرين كلهم خذاوا، حتى عباد يعني في مختلف المعتمديات الكل يعني والعمل الكل والعساس الكل، يعني غير الموظفين اللي يحق لهم الا منحه، اللي يحق لهم مثلا الدون. بالنسبه للوداديه وملف الوداديه نعرفوه ملف سابق حتى سبقني انا، مش عندي انا، فيه بعض الوثائق المنقوصه والطريقه تاع انتخابها وطريقتها كلها، يعني احنا ما نحبوش ندخلوا يعني في الوعد هذه. قلنا لهم اذا تسوى الامر عند رئاسه الحكومه بالنسبه لاداره عمل الجمعيات والاحزاب السياسيه، اذا تتسوى الوضعيه تاعها وتجي وهي في المحكمه الاداريه حتى اكزاكتومون بالنسبه لها، اذا تتسوى وضعيتها نقدموا لها الفلوس الموجودين، وانا ما وعدناهمش لا 40,000 دينار لا حتى شيء، ما وعدناش، ما قلناش، قلنا يقدموا دوسيهم نعطيو كاي جمعيه من الجمعيات اللي نعملوا فيها في زغوان، كانت رياضيه ثقافيه او اجتماعيه او رياضيه نعملوا فيها الكل. اذا نعطيو حاجه غير قانونيه شكون سيكون المسؤول؟ شكون المسؤول؟ وذي لا تعجيز لا حتى شيء. صار مانك دو كوميونيكاسيون مع السيد كاتب العام السابق، مره قال لهم زيدوا جيبوا الاوراق نعطيكم، وبعد جاء قال لهم لا غير قانونيه كذا شنو، هذيك وقتها نظرنا فيها وشفناها، قلنا لهم جيبوا الاوراق نحلوها تكون قانونيه نعطيكم تفضلوا. هذا الاجمال العمليات، واذا كي نشوفوا فيهم يعني ما نحبوش احنا لا تصعيد، لا نحبوا زي كيف هما راهم مخيلنا ونحترموهم ويحترمونا زي كيف ومنظورينا، ما نحبوش يعني تتفاقم. هالاشكاليات هذه حتى كان تشوفوها يعني ماهيش اشكاليات كبيره نتاع انه ضغط ونتاع حاجه. شنو الضغط؟ الحق النقابي اللي يقولوا لي زاد اللي النقابه نتاع الولايه النقابه الاساسيه تقول اللي طلبوكم كثير من المرات في اجتماعات ولم تقبل ذلك. لا مش ما قبلناش، عندهم تو اسبوعين من اللي طلبوا، ذكروا مرتين طلبوا على اساس وفسرنا لهم، قلنا لهم السيد كاتب العام مازال كيتسلم المهام نتاعو، وانتم طالبين حاجات يعني نتاع تنفيذ اتفاقيات سابقه ومحاضر سابقه، خليوا السيد يطلع على الملفات. يعني لدينا دائما ممدود الحوار وما نناقشوا وما نعالجوا امورنا كلها بالنسبه للولايه ولا غيرها يعني الا بالحوار، ودائما يدينا محلوله للحوار. وطلبنا منهم في 4 مرات وخرجت لهم شخصيا والسيد كاتب العام يوم كامل والسيد المعتمد الاول الصباح كامل وهو معاهم للحوار نتحاوروا، لكن ما نجيوش نتحاول لا تحت الضغط، لا نتحاول انه بشروط مسبقه يتنحي لنا، لا فما امور قانونيه ما نجموش نخرجوا منها، وفما امور اخرى انسانيه وكذا شنو نتفاهموها ونسمعوا ما عندناش شوفوا شنو حلولها. فبالتالي دعوه مره اخرى كان يحبوا يوصلوا صوتهم نسمعوهم، خلي يحكيوا ولا يمثل شكون يمثلهم شكون يجيبوا شكون كذا، نسمعوهم ونحاوروا معاهم ونشوفوا شنو هي النقاط اللي مقتلقتهم. بالنسبه للامور الاخرى القانونيه اذا يراوا هما فيها ان حاجه اخرى نشوفوها يا سيدي فقط، ما عندنا حتى شيء. ودائما التغليب بلغه الحوار دائما احنا عندنا نقولوا للناس كل مديري جهويين ولا حتى مع المواطنين الحوار والحوار ثم الحوار. صح سيدي.